السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهاردة معانا درس جديد من كورس الباوربوينت. هنبدأ النهاردة بالجزء بتاع المعادلات. دلوقتي مثلا عايز أضيف معادلة، بروح على قائمة insert وأقوم رايح على equation. دي لسه مجموعة من المعادلات اللي موجودة، ونشرح لو احنا حبينا نضيف حاجة تانية. فمثلا نختار المعادلة دي، اتضافت عندي اهو في المكان بتاعها هنا، عشان دلوقتي مكانتش بلانك. انا هوريها لكم دلوقتي. عايز تغير فيها في اي حاجة، مثلا تغير في الحرف ده تخلي مثلا ام عادي، عايز تخلي رقم مفيش اي مشكلة. تمام. دلوقتي لو كانت يعني كده، قمت رحت برضه على insert، قمت اعمل equation واخترت دي. هتضاف عندك في شكل مربع، محطوط في مربع تقدر تتحكم فيها. هنا اتضافت في بوينت في من اول السطر، اكنك هتكتب حاجة بعدها، عايز تضيف حاجة بعدها. عملنا انتر وكتبنا اي كلام، تضيف equation تانية بعدها عادي لو انت عايز. تمام. فانت المعادلة لو كتبتها، لو انت بتعمل عرض لمعادلة او حاجة عايز تكمل المعادلة او تضيف حاجة، تقدر تعدل فيها براحتك. ممكن تعمل ماينس وتكتب 12، اي حاجة. في خاصية برضو هنا موجودة في الايكويشن، اللي انت لو انت عايز تكتبها يدوي. انا عايز ارسمها، فانا اقوم اعمل كده. هو كده اهو، قمت اعمل 2 اس 2، قمت اعمل insert. خلاص هو ضافها معاك اهو. يعني هو فهم انت عايز ايه. انت ممكن عايز تغير حاجة تانية، فضفت على حاجة تانية. مثلا هعلم على دي، خليها كده. فانت بتقدر تقعد تعدل الحاجة اللي انت عايزها. فميزة اللي انت تكتب الموضوع ده وده بيسهل عليك حاجات كتير. لو اي حاجة تكتبها بتلاقي بتحول معاك. مثلا لو كتبت 2 9، هو فهمها 9. تقريبا 2 مثلا insert. خلاص هو فهم انت عايز تكتب ايه وقام كاتبها لك. فمتقدرش تقعد. الرسم بالنسبة لك اسهل بكتير، لان انت الرسم بيوفر عليك وقت بدل ما تقعد تدور مش عارف احنا ممكن برضو لو انت عايز تدور على حاجة، ممكن تدور في عندك حاجات كتير هنا تبحث عنها مش عارف ايه الكلام ده. فانت ساعات لو انت حتى ممكن تغير الحاجات دي، فعندك اختيارات كتير. بس انا ساعات بفضل لو انا الرسمة سهلة والبرنامج فيها على طول، لا ارسمها واخلص. تمام كده. موضوع المعادلات ما واضح معانا. لو احنا عايزين نكتب معادلة في بريزنتيشن او اي حاجة او اعدل فيها براحتي، اقدر اعدل في اي حاجة موجودة في المعادلة اللي انا كاتبها، واقدر اضيف مكانها اي حاجة تانية عادي. ممكن اكتبها يدوي او اضيفها جاهزة على طول لو هي كانت جاهزة عندي. تمام كده جزء المعادلات. عشان نكمل في حاجة تانية. طيب دلوقتي احنا اغلب الحاجة في هوم شرحناها، وانسيرت برضو اغلب الحاجات اللي فيها احنا وضحناها كل حاجة فيها. ندخل بقى على الجزء بتاع ديزاين. ديزاين ده بيديك بعض الحاجات اللي جاهزة، لو انت عايز تعمل بيها برزنتيشن تبقى جاهزة معاك. لو ضغطت على حاجة زي كده، هو اداك الشكل بتاعك على طول، الشكل بتاع البرزنتيشن بتاعنا. حط لك الالوان وحدث لك الحاجه اللي انت كنت عاملها. طبعا الحاجات انت لو كنت عاملها من الاول، لو انت عامل حسابك تعمل الشكل ده من الاول، هيبقى يبدا يظبط لك. ممكن احنا ناخد اشكال تانية، في اشكال كتير موجوده حاجه زي كده. على طول هغير بقية الحاجات تلقائي. لو انت جبت حاجه من على النت او حاجه حملتها وضفتها، بتقوم عامل لها سيف كرنت سيم. في حاجه بتبقى جاهزه زي ما قلت في الاول خالص. لو رحنا من الفايل، عندك مشاريع زي دي جاهزه، تبقى لو انت قريبه من الشغل بتاعك تقدر تضيفها عندك على طول. حاجات من دي كده. تمام. بس احنا مش هنضيفها دلوقتي، هنشتغل بحاجة من اللي عندنا. مثلا هنشتغل نضيف دي. انت برضو بعد ما بتختار الشكل ممكن تضيف له الوان تانية. عايز تظبط الخط بتاعه، التأسيسات اللي فيه، اي حاجة تقدر تعدلها هنا براحتك. يعني انت لو احنا القرار ممكن نغير تخلي حاجة تانية. لو انت عايز تغير تخلي حاجة تانية، هتلاقي تغير في الباقي على طول تلقائي. طبعا لو انت خليتها كده تبقى ليها الماكسيمم الحجم بتاعها. شايف الشكل؟ رجعناها زي ما كانت عادي.
ده الجزء اللي هو 3 من 4 ل3 وده من 16 ل19. ده ممكن يبقى ايه شبه الفيديوهات والكلام ده وكده. ده الجزء ده الستاندر ممكن يبقى شبه الجزء بتاع الكاميرا بتاع الموبايل او الحاجات دي. لو انت عايز تغير الخلفية بتاعته، عايز تخليها الباك جراوند، مش عايز يبقى في باك جراوند، عايز تخليها كده ده شكل من الاشكال بتوعك دول، عايز تخليها البيكتشر جاردن سوليد عادي يعني براحتك بتقعد تعدل فيها. التأثير بقى بتاعتها انت هتضيف تأثير، تمام اي تعديل في الخلفية يعني الكوريكشن بتاعها. فده الجزء بتاع ايه الديزاين. زي ما احنا قلنا في حاجات ممكن تحملها من على النت تضيفها جاهزة، او حاجات انت تعملها وتضيفها بس بتبقى ايه رخمة شوية بتاخد وقت يعني منك. فالافضل انت لو انت عندك حاجة تحملها جاهزة او تستخدم الموجود بحيث تسهل على نفسك. انت طبعا بتعمل حاجة تعرض فيها حسب العرض اللي انت تعرضه، حسب تتقدم لمين بتختار الشكل بتاعك. انت ممكن تاخد حاجة سيمبل فاهم، تبقى حاجة بسيطة مش عارف ايه كده، بلاش تاخد الحاجات المعقدة اللي فيها شغل كتير عشان بتبقى مش لطيفة اوي في العرض يعني.